بالنسبه للاحداث ديال هذه الحلقه، البوليس غادي يحققوا مع مليكه وغادي يسولوها بزاف ديال الاسئله. فهنا هي غادي تقول لهم باللي ابراهيم، انا شاكه في ابراهيم هو اللي قدر يقتلو. وعاد زيد عليها ملي مات هو بقرطاسه وعرفوه باللي راه تضرب بالمكحله، هما باقيين كيقلبوا على ديك المكحله، حيت هما عندهم القرطاسه ديالها وكيقلبوا على المكحله اللي غادي تكون خرجت من هذيك القرطاسه. فغادي نشوفوا بانه غادي يبداو يدوروا لهم اسئله بزاف في ريوسهم، حيت هما ما فيش ليهم في ديك البلاصه اللي هي صويره، ما فيش ليهم شي حد تقتل بالمكحله. وكان على قبل شي هدف، حيت عبد العزيز ملي تقتل راه تقتل على بزاف ديال الاهداف، خونا راه عنده بزاف ديال الممتلكات. وعاد زيد عليها منين غادي تقول لهم باللي راه ملي جات الوقيته باش نعرفوا التركه ديال عبد العزيز وشنو الممتلكات اللي عنده، غادي تقول للبوليس باللي راه الممتلكات اللي كانوا عنده راه تباعوا بعشرة قبل ما يموت ابراهيم. وهنايا البوليس ملي غادي يسمعوا هاد الاخبار هادي غادي يزيدوا يشكوا في ابراهيم باللي يقدر يكون هو اللي هو اللي قتلهم بعد ما صافي سنا ليه على الممتلكات. هنا البوليس بقى غادي يبغي يسول على الفلوس اللي كان خداهم عبد العزيز وباع الممتلكات ديالو ابراهيم. غادي تفكر بلي راه كانت قالت ليه ملكه بلي هو مبلي بالقصاير والشيخات وداك الشيء، فما غاديش يسول هاد السؤال وغيعرف بلي راه فلوس صافي مشاو. ولكن هاد البيست هادي ديال يشري ابراهيم كل شيء وتكون ملكه ما سيقاش الخبار ما تخلاش ليه الراس، وغادي يبغي يبحث يعرف هاد الحقيقه هادي، حيت بدا كيشك بزاف في ابراهيم تقدر تكون عنده يد في المقتل ديال خوه. واكثر حاجه غادي تزيد دير ليه الشك في الراس اللي هو ابراهيم عنده واحد البازار، محل ديال البازار، وديك المكحله تقدر تكون عند ابراهيم، ولا حتى الا ما كانتش عنده يقدر يحضرها من عند اي واحد اخر. فغادي يبقى يسول على الناس اللي قرابين لابراهيم وكيتعاملوا مع ابراهيم في البازار، ابار البالكوات داكشي ديال الصيد اللي كاين في المرسى. البازار غادي يحطوا عليه العين بزاف. فهنا غادي نكتشفوا بانه الروبيو غادي يحس بالزايد. الروبيو اللي هو الخدام ديال خو مليكه، وهو اللي كيبرقق ليه ويجيب ليه الخبارات من اي بلاصه كاينه في ديك البلاصه اللي ساكنين فيها، وحتى من عند الناس اللي قرابين ليهم، وخصوصا المعلومات اللي كيدروا على ابراهيم، شنو دار شنو فعل شنو ترك شنو جديد شنو اي حاجه. فغادي يكتشفوا بانه ديك السيده اللي عندها الكروسه وكانت باغا تبيع المسمان والبغرير تما في داك المارشي، فغادي يشوفوا بانه هذيك السيده ما كانتش قبل، ولكن حتى المقتل ديال عبد العزيز عاد باش جات. وتردد الفعل اللي دارت للروبيو من بعد ما بدا كياخذ ليها في السلعه وبدا كيدي ليها الكيسان والمسمان والبغرير وكل شيء، ما دارت حتى شي ردة الفعل اللي هي قاصحه، ما غوتات ما حيحات ما والو. وهذا الشيء كيدل بانه بصح هذيك السيده تقدر تكون خدامه مع البوليس، حيت كون كانت انسانه اللي خدامه على راسها وما عندهاش فلوس ودايره هذيك الخديمه باش تعيش راسها، غادا تغوت وتهلل حتى يتجمعوا الناس وغادي يرجع لها حقها، ولكن ما دارتش هذا الشيء. مازال غادي نكتشفوا بانه الابن ديال ابراهيم اللي هو عبد الكبير عزيز عليه مليكه، واخا كاع هادشي اللي طاري عزيز عليه عبد العزيز اللي هو عمو، وعزيز عليه حتى مليكه. وغادي نشوفوا بانه مع الوقت هو اي حاجه غيعرفها على ابراهيم باه ولا اي حاجه كتوقع غادي يبغي يمشي يقولها للاخ ديال مليكه، وغادي يعلمو بكل شيء، حيت هو ما بغيش داك الصداع والروينه اللي كيدير باه وداك الجو المكهرب في الخدمه ما كيعجبوش. وتا داك الفعيل بعض المرات اللي كيدير الاب ديالو دوك التصرفات ما عاجبينوش. وحتى هاد القضيه كيفاش تتعامل معاهم وهي اللي خلات هذيك النقطه اللي فاضت الكاس ديال نهار جات عنده ملكه وهي لابسه حق الله ودواو على الورث وداك الشيء، وقال لها باللي راه راجلك باع ليا كتب ليا داك الشيء كامل ديالو بعشره. وهنا من ساق لها عبد الكبير الاخبار صافي حقد على ابراهيم على با كيفاش تعامل مع الملكه بديك الطريقه وما عجبوش الحال، حيت بصح ما حنش فيها وقال لها باللي غير خليك تما في دارك ولابسه حق الله زعما في ايام العده ديالك، وحقك ورزقك غادي يجيك. يعني غادي يتفاسر معها وغادي يعطيها شويه فلوس وكذا، وغادي زعما العزو ديالها والله يعاونها. وهاد اللعيبه هادي هي اللي خلات الاخ ديال الملكه ما يزقلش اي حاجه طاريه باش يعرف الحقيقه، ولا غير باش يعرف باللي واش دوك الوراق مزورين ولا لا. ومازال غنكتشفوا كي قلت لكم باللي البوليس هما اللي غادي يسمعوا القضيه ديال هاد كتب ليه ما كتب ليه وخدا ليه الممتلكات ديالو وكذا. ففي الاخير غادي نشوفوا بانه هذا الشيء غادي يكون كامل تزوير، وابراهيم غادي تعتقل بتهمه التزوير، وغادي يحققوا في هذه القضيه، وغادي يشوفوا حتى النوطير اللي كان جمع دوك الاوراق، واي حد داخل في الخط غادي يتشد.
فقضيه كبيره ومازال ما غاديش تبان دابا، غادي تبان في الحلقات الاخيره بطبيعه الحال. دابا لحد الان غادي نشوفوا غير الشرطه ولا البوليس باقيين غير كيحققوا ويبحثوا على شكون اللي كان سبب في المقتل ديال عبد العزيز، ومازال غنشوفوا بانه غادي يدخلوا للباركو، غيبداو يحققوا مع الصياده، وغادي يبداو يحاولوا يدخلوا بالبوليس سيفيل زعما الشرطه اللي ما كتكونش لابسه الكسوه، وغادي يبداو يديروا شي تجارب بحال قلت، يبداو يجربوا ابراهيم بصح واش هو مخلويض، واش هو عنده اليد في القضيه. غبدا تزرع واحد الخبر باش تدور تما مزيان، وباللي كلشي ساق الخبر باللي راه ديك المكحله راه خارجه من البازار ديالو، باش تشوفوا كيفاش غادي يتعامل مع داك الوضعيه، واش هو بصح هو اللي قتل وغادي تبان فيه ولا ماشي هو، وغادي يبدلوا البيست الملكه باش يعرفوا واش حتى هي اللي قدرات تقتل راجلها، باش تحيد ابراهيم من طريقها ويولي كلشي ديالها هي وخوها ويتحكموا فيه كيف ما بغاو. البوليس دايرين بزاف ديال الاحتمالات لحد الان، دايرين بزاف ديال الاحتمالات وغادي يبداو يطبقوا في كل حلقه في هذا المسلسل هذا. فغادي نكتشفوا بانه العلاقه اللي كانت ما بين عبد العزيز وملكه زوينه غير عند الناس، اما بيناتهم ما زويناش وفيها كامله غير المشاكل، حتى من درجه الوليدات عارفين باللي باهم قمار وعز عليه القصاير وكيسهر وهذا الشيء هذا كامل، حيت ديما ملكه في الليل كتبدا تغوت عليه ملي كيجي معطل. ومازال غادي نكتشفوا على انه علاش السيد ما بقاوش عنده الفلوس والممتلكات ديالو بزاف، كذب عليهم ابراهيم باللي راه مشاو ليهم، حيت هو كيقصر وداك الشيء قال باللي الا زورت وداك الشيء راه ما غاديش يشكوا فيه. ولكن ابراهيم دوك الاوراق اللي كان وراهم وقال لهم باللي راه هذوك الممتلكات ديالو راه كان باعهم ليه بيع وشرا وتعاقد هو وياه، هاد الهضره ما كايناش منها، ما كاين منها حتى شي حاجه. المهم اخوتي العزاز، كانوا هادو من اهم الاحداث اللي غادي نشوفهم ان شاء الله في هذه الحلقه الجايه اللي هي الحلقه الثانيه من مسلسل الناس الملاح.